يسعد صباحكم جميعا. النهاردة معانا طريقة بيتزا سهلة جدا وعجينة بمكونات بسيطة. هنا هو أنا ماشية بالمقادير. أنا معايا 3 كوبايات من الدقيق، ومعايا مكونات جافة، معلقة خميرة ومعلقة لبن بودر، معلقة سكر ورشة ملح. ولو حابة تحطي محسن كيك مفيش مشاكل تحطي معلقة. الزبادي من الحاجات اللي بتخلي العجينة تحفة. معايا كوباية مية ونص كوباية زيت صغيرة. انزل اول حاجة بالمكونات الجافة اللي هي الدقيق مع الخميرة واللبن البودر، وبمزجهم كده هوت مع بعض. حط الزيت، ومعايا كوباية صغيرة من الزبادي، ومش هحط طبعا مية كتير علشان خاطر ما اضطرش احط كمية من الدقيق. البيتزات من الحاجات الجميلة جدا، وخصوصا في الايام الحر دهيت بتنفعنا في عشاء في اي حاجة بعيد عن المسبكات والحاجات دهيت. بتبقى برضو وجبة من الوجبات الجميلة جدا. سيبها ترتاح. خمرت معانا كده اهوت العجينة. طبعا العجينة بسم الله ما شاء الله طرية وغنية جدا. هبدأ بقى افردها واحطها في الصواني. فردتها بنفس الطريقة كده اهوت. لو عندك كاتشب او معلقة صلصة بحبة يعني بفص ثوم. فردت العجينة كده اهوت في الصينية وحطيت لها لو عندك شوية كاتشب او معلقة صلصة. معايا هنا اهوت الحشوة بتاعتها. طبعا احنا بنحبوها بالمشروم مع البسطرمة مع الزيتون والفلفل والسوسيس والجبن. نزلت بالجبنة الشيدر الحمراء، وانزل بقى بالمشروم. انزل بقى بالبسطرمة. طعم البسطرمة في البيتزات بيبقى حلو جدا. قطع طماطم طبعا ومع الفلفل. انزل بقى باخر حاجة اللي هو السوسيس. اخر حاجة بقى الجبنة الموتزاريلا نوزعها كده اهو. ندخلها بقى كده الفرن ما بين 10 ل 12 دقيقة. طبعا الكمية بسم الله ما شاء الله طلعت معانا 3 صواني. حشوة تحفة، العجينة جميلة وهشة. وهقطع مع حضراتكم دلوقتي ونشوفوا البيتزا العظمة دهيت. طبعا الجبنة سايحة بسم الله ما شاء الله. هقطعها كده اهوت. ممكن تحبيها بقى لما مثلا تستهدى شوية من السخونية. جبنة سايحة وتحفة يعني. طلع حتة تانية. كانت معانا النهاردة وصفة البيتزا بالعجينة الروعة. أتمنى تجربوها وجربوا الحشوة تحفة. وبألف هنا وشفا على اللي يعمل، بألف هنا وشفا على اللي ياكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص هاتي طبق تاني.